يا هلا يا هلا بالعمان، ما دام انتم بالبصره لكم الامن والامان، يا هالعمان ويا كل الخليج. شاب عماني يتكلم ويقول لهم خلونا اتكلم براحتي وبحريه. يقول لهم يا اهل الخليج كنا فاهمين الصوره خاطئه عن اهل البصره والبصره. شوفوا الفيديو الاخير وصادم هاي الاخبار. للأسف الشديد، للأسف الشديد الإعلام المزيف اللي نقل الصورة الخطأ عن البصرة كله خطأ. أنا أقول لكم نحن جينا وشفنا الواقع. أنا أقدر أتمشى في البصرة وأرجع لحد الفجر ببيتي بكل أمان. دام أنك أنت في وسط أهل البصرة فأنت في وسط الأمان. نصيحة لكل الخليجيين، تعالوا البصرة. هذا نحن مستانسين. حدا ذاكم؟ حدا زعجكم؟ أبدا. والله قعدنا يومين مرتاحين وما بنطلع من البطولة. حتى لو طلع المنتخب العماني راح نقعد لحد نهاية البطولة. هذا العماني جاكم وشعاره سيف والخنجر عماني. هذا العماني جاكم وشعاره سيف والخنجر عماني. والخنجر عمانية، والخنجر عمانية، والخنجر ايوه عمانية. يا سلام، شكرا شكرا لكل اهل البصرة، اهل كرم، اهل طيبين. بامانه انبهرنا وانصدمنا. اطيب شعب اهل البصرة. يا الخليجيين تعالوا، واذا طلع كلامي غلط انا مستعد ارجع عمان مشي. يعطيكم العافيه، الله يحفظكم. والله الوضع في البصره صراحه شيء يتلق الصدر للامانه. نحن من دخلنا من الحدود فاجأنا بجماهير العراق في الحدود يرحبوا ويهللوا فينا للامانه. يعني تواضعهم كرمهم خلانا نخجل للامانه. والحقيقه الاخوان ما شاء الله ما قصروا، قال ابد ما تروح مكان، ابد اقامتك في بيتنا، ابد ما تروح مكان. والله هذا الشيء يخلينا نخجل من تواضع. وجينا ووصلنا هنا بهذا المكان الطيب للامانه. شفنا البصره كاني انا جنب بيتي جالس. تعال تعال ياي، تعال ياي، تعال ياي، تعال ياي. انا اقول لهم تعالوا ياي، الجماهير الخليجيه تعالوا ياي.